المصريين للعودة إلى العمل. ياسر البرديسي، BBC. ومعي من القاهرة توفيق أحمد مراسل BBC. توفيق، إذن دعوة المجلس العسكري الأعلى بوقف هذه التظاهرات أو الوقفات الفئوية هل وجدت صدى اليوم أم ما زالت بعض هذه الوقفات تخرج في شوارع القاهرة؟ في الواقع محمد لا نستطيع أن نقول أن هناك صدى لهذه المطالب الصادرة عن القوات المسلحة بعدم الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية من قبل العمال والفئات، لأن اليوم هو يوم عطلة رسمي مولد النبوي الشريف في 12 من ربيع الأول. ولكن هناك في اليوم على ما يبدو وردت أخبار بأن هناك تظاهرة تضم حوالي 5000 شخص في عمال شركة السويسرية للملابس الجاهزة بمنطقة الصناعية في 10 من رمضان، يطالبون بتقليل ساعات العمل وأيضا برفع المرتبات وما إلى ذلك من تحسين الأجور والمساواة بين العقود الثابتة والعقود المؤقتة. هذه المظاهرة انطلقت في الصباح، ومن غير المتوقع أن تكون هناك مظاهرات كبيرة اليوم، وذلك لأن اليوم هو عطلة رسمية. لكن على العموم الهدوء هو المسيطر على الأجواء في القاهرة بصفة عامة. ميدان التحرير بشكل خاص لا يوجد هناك لافتات، لا يوجد هناك خيم على الأرصفة كما شهدنا في الأيام الماضية. أيضا الحركة المرورية تسير بشكل جيد. رجال المرور من الشرطة والجيش ينظمون حركة المرور. الحياة تبدو هادئة جدا في ميدان التحرير، لكن هناك ما يقرب من حوالي 30 سيارة ودبابة تابعة للجيش على منافذ ومخارج ميدان التحرير. طيب، هل هذا ينطبق أيضا على بقية أجواء القاهرة أو حتى كافة أجواء الجمهورية؟ يعني كيف يبدو الوضع في مصر هذا الصباح، خصوصا أيضا من الناحية الاقتصادية توفيق، لأن هناك حديث عن أن البنوك ستغلق وحتى البورصة ستؤجل موعد فتح أبوابها. بالفعل تم تأجيل موعد فتح البورصة مرة ثالثة، وكذلك البنوك وشوارع القاهرة. الحركة المرورية في معظمها تسير بشكل جيد، الأجواء هادئة. الإرهاق وأيضا هناك من مال إلى الاستقرار إلى الناحية المستقرة في مصر والدعوات المنادية إلى ذلك. كل هذا أدى في المجمل إلى حالة من الهدوء على مستوى الشارع وعلى المستوى السياسي. الحوار هو يبدو المسيطر على الجو من قبل الشباب بعدما تم تلبية العديد من مطالبهم في هذه الثورة. على ناحية الاحتجاجات والوقفات كما ذكرنا، ربما الغد نشاهد هذه الاحتجاجات تعود من جديد وبشكل أكبر، لأنه سيكون هناك عمل في كافة الوزارات المختلفة. لكن ما إن يتم تلبية هذه المطالب ستتوقف هذه الاحتجاجات بالرغم من دعوات القوات المسلحة لأن مصر لا تتحمل مثل هذه الوقفات في هذه الأثناء والظروف الحرجة. نعم. تعيين المستشار طارق البشري على رأس اللجنة المنوط لها أن تقوم بالتعديلات الدستورية بالأمس قوبل بترحاب، إذا استطعنا أن نقول ذلك، من العديد من الأوساط. توفيق، هل من جديد فيما يتعلق بهذه النقطة على وجه التحديد إعلان من المستشار طارق عن كيفية الجدول الزمني لإجراء هذه التعديلات؟ طارق البشري هو نائب رئيس مجلس الدولة السابق ومعروف عنه بنزاهة ويحظى بتأييد واسع من قبل السياسيين والشباب، وهو أيضا كان دائما ينادي باستقلال القضاء ويحظى بتأييد واسع كما ذكرت. إذا ما تحدثنا عن الفترة الزمنية لم تذكر أي تفاصيل في هذا الصدد، لكن في حوار بين الشباب والقوات المسلحة ذكر وائل غنيم الناشط السياسي أن الجيش يأمل كما قال له يأمل في إنهاء التعديلات الدستورية في خلال شهرين، ومن ثم يتم استفتاء الشعب عليها. هذه هي التفاصيل التي المتوفرة حتى هذه اللحظة بخصوص التعديلات الدستورية. شكرا جزيلا توفيق أحمد مراسل BBC من القاهرة.
يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم خلال اجتماع في بروكسل طلب القاهرة تجميد أرصدة مسؤولين مصريين عملوا إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك بعدما أعلنت عدة دول أوروبية عن تلقي طلبات في هذا الصدد. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مسؤولا في الخارجية الأمريكية قال إن الحكومة المصرية طلبت من واشنطن تجميد أصول مسؤولين مصريين سابقين عملوا لدى الرئيس السابق حسني مبارك، ولكن هذا الطلب لا يشمل الرئيس السابق. يبدو أن ثورة الشباب في مصر بعد إطاحتها بالرئيس مبارك تلاحقه مع كبار مسؤوليه، فالجيش المصري يريد أن يعطي انطباعا بأن محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين سابقين كانوا أو لاحقين تأتي ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة، ولهذا طلبت مصر من عدة دول تجميد أرصدة بعض من مسؤوليها، لكن فرنسا قالت إن الطلب الذي وصلها لا يشمل اسم الرئيس مبارك أو أي من أفراد عائلته. بريطانيا من جانبها تلقت طلبا بتجميد أرصدة 7 أشخاص من بينهم وزير الداخلية السابق وزوجته ونجله، لكن القائمة خلت من اسم مبارك. وقال وزير الخارجية البريطاني إن حكومته ستتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين في هذا الإطار. الحكومة البريطانية على اتصال وثيق بصندوق النقد والبنك الدوليين للتأكد من مدى المساعدة التي يمكن تقديمها لمصر، كما أننا تلقينا طلبا من الحكومة المصرية لتجميد أصول عدد من المسؤولين السابقين، وبالطبع سنتعامل مع هذا الطلب بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي كما فعلنا مع تونس. أما رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة اليورو فقال إنه ينبغي لدول الاتحاد الأوروبي أن تجمد أي أرصدة أو أصول لمبارك، وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا بموافقة دول الاتحاد جميعها. طلبات مصر بتجميد أرصدة عدد من مسؤوليها المشتبه في ذمتهم المالية وصلت أيضا إلى ألمانيا واستراليا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول في وقت لا توجد فيه أرقام دقيقة عن قيمة الأموال والأصول المطلوب تجميدها، وسط خوف من تأخر البت في الطلب المصري ما قد يتيح كما يحذر البعض وقتنا أمام محاولات تهريب هذه الأموال من هذه الدول. وهنا تشير تقارير إلى أن التحقيق في شأن أموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي تم بعد خروج أو إخراج أمواله من بريطانيا. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. إيطاليا تحذر من تأثيرات خطيرة على الدول الأوروبية بسبب تدفق مهاجرين غير شرعيين من تونس. احتفالات بعيد الحب في مختلف أنحاء العالم. أهلا من جديد. حذر وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني من تأثيرات خطيرة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من تونس، وجاء التحذير بعد 24 ساعة من اقتراح الوزير نشر قوات الشرطة الإيطالية في تونس لوقف تدفق المهاجرين بعد وصول حوالي 5000 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة. وقد رفضت الحكومة الانتقالية في تونس الاقتراح، قالت إنها لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية أو أي مساس بسيادتها. انضم إلينا من تونس الصحفي سفيان بن فرحات. سيد سفيان، بداية حقيقة الأعداد التي تتحدث عنها إيطاليا ومدى تدفق بالفعل التونسيين من تونس نحو إيطاليا أو أي مدن أوروبية أخرى. هو تعرف سيادتك أنه احنا تونس والطليان عندنا حدود قريبة جدا، يعني جزيرة لامبيدوزا تبعد 130 كيلومتر عن السواحل التونسية، وكذلك جزيرة طنطلرية أهداها بيت تونس في إيطاليا في القرن الثامن عشر تقريبا، فكذلك لنا علاقات يعني أخوة وتعامل، لكن في نفس الآن لنا علاقات صراع منذ الحروب البنية أيام كان حنبال يحارب الرومان، والطليان كانوا دائما كانت لها مواقف مساندة للرئيس المخلوع بن علي. وهذا ماروني وزير الداخلية الإيطالي معروف بانتمائه لقوة يمينية وهي هذه رابطة الشمال، وكان يساند الرئيس بن علي ويصدقه في عديد المناسبات، يعني بديكورات وبدبلومات وهمية.